اذا كان هم بيفكروا ان هو ينزل يباغتك هنا ويلعب بشكل هجومي بحيث يخطف جول في الاول، ممكن يبقى عنده نوع من انواع المجازفه الغير محسوبه. ممكن يعني ينزل في الاول هاجم على انه عايز يجيب جول في البدايه. نعم. فدي برضو لازم ان احنا نبقى متحسبين لها، وانا شايف ان التشكيل يسمح بهذا، بان عندي 3 في نص الملعب، الثلاثه اللي في نص تصوري انه صعب السيطره على هؤلاء اللاعبين بتكتيك معين تقول لهم والله ارجعوا واطلعوا قدام وتقفلوا. انا شايف ان دول بيلعبوا بشكل عفوي، بينطلقوا زي ما شفنا فريق سوبر سبورت ايضا، برغم ان فريق سوبر سبورت من الفرق الجيده، لكن هاجمنا هنا، كان مهاجم على طول واضاع فرص وانفرادات كتيره، وكان ممكن يسجل اهداف كتيره جدا من بدايه اللعب. صحيح. بصرف النظر عن الجول اللي احنا جبناه في البدايه ده، كان على طول شفنا الهجمات والكره اللي اتلعبت بالدماغ في القائم والانفرادات. يعني ممكن ان هم يهاجموا بهذا الشكل العفوي. ده محتاج مننا مهم جدا عمليات التمرير الجيد، ان انا انقل في نص الملعب بشكل جيد واطور للهجوم باسرع ما يمكن قبل ما ادي الفرصه للناس انها ترجع بكثافه. دي نمره 1. نعم. واستغل كل المساحات اللي موجوده قدامه، يبقى على طول باستمرار موجود قدامي الاثنين رؤوس الحربه اسامه حسني ومحمد جدو، وايضا ممكن يبقى تحتيهم اينو، ممكن زي ما قال زكريا ممكن محمد شوقي يزيد ايضا علاوه على الشغل من الجناب. الشغل من الجناب انا شايف ان هو محتاج مجموعات. من الصعوبه بمكان ان انا اخلي احمد فتحي كل مره عايز يروح يفوت من الباك، هتبقى صعبه شويه، لكن لما يقرب له مثلا جد ويعمل 1 2 معاه، ممكن يضربوا الجهه ديت وبعدين الكره تتلعب عرضيه، او محمد شوقي يشتغل مع احمد فتحي في الجهه اليمين، حسام عاشور مع ايمن اشرف، بحيث ان يبقى برضه نخترق من الجناب من خلال مجموعات تسهل علينا ان احنا نضرب المدافعين الموجودين بدل ما يبقى شغل فردي لوحده، ودي بتبقى صعوبه جدا لان هيبقى في اجسام وفرق سرعه، هتلاقي اطوال اجسام كبيره وهتلاقي فرق سرعه في تضرب بالاوفرلاب، ممكن يتضرب الجناب بالشكل ده. الفرص مهم جدا جدا، الفرص ان انا لابد ان انا الفرص بايدي واسناني، ادوس بايدي واسناني على الفرص تيجي لاسامه حسني، يبقى في التركيز الجيد داخل منطقه الجزاء لجده واسامه حسني. التصويب بالنسبه لاينو لازم ياخد بره حريه في التصويب من بره ال 18، بس المهم يختار الوقت المناسب اللي هو ما يبقاش عليه ضغط، يبقى مواجه للجول من مسافه مناسبه. كل دي امور تساعد انما ما شوطش بقى وضيع هجمه ممكن اعملها بشكل كويس وانا مش معدول وشي الناحيه دي وعايز الفه بعيد عن ال 18. دي نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. فيما عدا هو ممكن يكون له دور في الجزئيه دي النهارده. انا قناعتي بانه معتز اينو النهارده له دور في مساله التسديد على اساس، وهو مش هيبقى جنب حسام عاشور ومحمد شوقي على خط واحد. ما تنفعش. مش هتزود جماعيه اللعب. نعم. واحنا مش جايين ندافع في ملعبنا. صحيح. فهو هيبقى موجود كخط لوحده قدام حسام عاشور ومحمد شوقي، وخلف اسامه حسني ومحمد جدو. ومن المهام بتاعته التسديد، ومن ضمن المهام هو محطوط هنا ان هو احسن واحد في دول اللي بيسدد. نعم. يعني الثلاثه اللي في نص الملعب وحتى في الاثنين المهاجمين انا اعتقد احسن واحد بيصور فيهم اينو اذا كان مواجه للجول ويشوط من مسافات مناسبه ومن زوايا مناسبه. انا بشوف انه الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها الكرات العرضيه والمايله. هتلاقي هم بتبص تلاقي بيحضر في الناحيه الشمال، هتلاقي مثلا زي في المباراه الاولى سواء روجرز اللي هيشتغل كباك يمين، شفنا الكرات العرضيه اتعملت في اخر المباراه، صحيح مش منه هو لكن هم بيهاجموا برضو، عامل كرات عرضيه كانت خطيره وكان ممكن يجي بيها نجوال. ومن نص الملعب مايله بتتعمل الكرات المايله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي، اهلا ومرحبا بكم، ومعكم على هواء معلق رياضي محمود بكر، حيث لقاء العودة بين نادي الأهلي بطل مصر مع نادي زيسكو بطل زامبيا. كانت نتيجة لقاء الذهاب التعادل بدون أهداف. طبعا ملعب الأهلي غطى كل أو معظم الحاجات في المباراة على طول. النهاردة أحمد عادل عبد المنعم بحارس مرمى، قدامه شريف عبد الفضيل، حسام غالي عنده انذارات،